بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، ثم أما بعد. نرحب بالطالب العزيز والأخ الكريم، طالب إلياس بن جمو من المملكة المغربية الشقيقة، وهو الآن في نيويورك. وبإذن الله سيختم في هذه الليلة المباركة، الليلة الأخيرة من شهر ربيع الأول للعام 1445 هجرية، ويوافق منتصف أكتوبر لعام 1000 أو 1000 لعام 2023. وهو من الطلاب النجباء المباركين إن شاء الله، ويبذل جهود كبيرة وجبارة. أهلا وسهلا بك إلياس. شكرا شيخ، بارك الله فيك. نعم، طبعا الطالب إلياس بدأ في حفظ القرآن الكريم يعني منذ ما يقارب عام، وهو يقرأ ويحفظ في نفس الوقت، يكتب في الورق ويحفظ القرآن الكريم. فهنيئا له، ونسأل الله العلي العظيم أن يثبته وأن يكتب له دائما وأبدا الخير. والشباب، فرصة للشباب أن يحفظوا كتاب الله عز وجل. بهذه المناسبة يعني هناك حفلة بسيطة، يعني سنبتدئها الآن إن شاء الله. الصوت عندك إلياس؟ صوت نعم، الصوت واضح. صوت الفيديو. نعم. نعم، جيد. شفيعا لهم شهيدا مصدقا شفيعا لهم يأتي شهيدا مصدقا أنيسا لهم في الخلد أنيسا لهم نورا منورا وفي الخلد يلقون السلام وفي الخلد يلقون السلام تحية من الملأ الأعلى من الملأ الأعلى من الملأ الأعلى ويسقون جوفا ولا فلسا يشعرون وقال في القرآن وكفى بأنه أورد المصطفى
الكفر شفيع مشفع فيه وقوله عليه أسمع يطاع به الملك مع الخلد إذا تواجه تاج الكرامة كذا ويلقى تاج الجنان ولا من لا يقطع من ترتيله ولا يا من لا قط من ترتيله ولا يا من لا قط من ترتيله ولا نوت الإنسان ليس يشعر حياكم الله أخي إلياس. شكرا شيخ بارك الله نعم، فيك. إذا سيقرأ الآن إن شاء الله السورة الأخيرة، سورة الطارق من الحزب 59. تفضل اقرأ إلياس سورة الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بارك الله فيك، فتح الله عليك، ما شاء الله. إذا تدعو الدعاء الصالح. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغنينا من فضلك. وأقول لوالدي الدعاء يعني ربي آسف ربي أرحمهما كما ربياني صغير والحمد لله. بارك الله فيك، اللهم آمين، اللهم آمين. نعم الطالب إلياس من الطلاب النجباء، وهنيئا لك، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يتم إن شاء الله حفظ القرآن الكريم. وسنحتفل بحفلة مصغرة في هذه الليلة تكريما لجهودهم، ونبقى الآن مع بعض الأناشيد والأمداح، فنستمع.
فإنك عند الله ورتله ترتيلا ورتله ترتيلا وأحكم رسولا ولا تغلس ولا ولا تغل فيه واتلو عظم تعظيم عظم تعظيم ولا عمل أنفاده عذاب ولا تجسامه شغل القرآن عن لسانه يزنى خير أجر الله ومكملا والقلب استثنى قليلا ولا عمل له من عذاب ولا تجزاه ذكر متقبلا من شغل القرآن وعنه لسانه ينال خير أجر الكافرين مكملا وما أفضل إلا افتتاحه مع الختم حالا وارتحالا والصلاة إذا استسلم قليلا إذن هنيئا لك الطالب الحبيب العزيز إلياس. وبهذه المناسبة
يعني نوصيك بعدة وصايا. الوصية الأولى تقوى الله عز وجل، والمحافظة دائما وأبدا على الصلوات في أوقاتها في جماعة المسجد واستطعت. كما نوصيك أيضا بطاعة الوالدين، رضاهما في رضا الله عز وجل. ونوصيك أيضا بالجد والاجتهاد في المدرسة، يعني ما أحسن أن تكون من السابقين الأولين في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا نوصيك بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء وبجميع الأذكار والعمل بالقرآن الكريم. ونسأل الله العلي العظيم أن يبارك فيك وأن يفتح عليك وأن يسددك وأن يكرمك إن شاء الله بحفظ كتابه الكريم. والطالب إلياس من يعني الطلبة النجباء كما قلت. وأيضا في ختام هذه الجلسة البسيطة نهديك هذه الأشياء التقديرية، وهي أقل ما يمكن يعني أن نقدمه لك رغم أنك بعيد هناك. فنقدم لك إلياس هذه الشهادة، أرجو أن تقبلها. إلياس. شكرا شيخ، بارك الله فيك. نعم. هذه أقل يعني شيء، وإن شاء الله أن الله عز وجل يجمعنا في الدنيا إخوة متحابين ويجمعنا في الآخرة في جنات النعيم. هذا هو الهدف الذي نرجوه. إذا إذا كان لك كلمة أخيرة إلياس، وإلا نلتقي إن شاء الله. نعم. نعم، أقول يعني الحمد لله، هذه نعمة يعني كبيرة. وشكرا شكرا شيخ، وبارك الله فيك يعني على يعني الإعوان. وشكرا يعني يعني شكرا جزيلا يعني لصبرك معي، وبارك الله فيك. إذا إن شاء الله الأسبوع المقبل سترتاح ونلتقي إن شاء الله بعد الأسبوع. إن شاء الله. بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخ.